لك ايه، ما تيجي نتمشى انا وانت في حياة احدهم. النهارده انا جاي احكي لك عن بنت لسه عندها 26 سنة، عن مصارعة قدرت تشد عيون الجماهير ليها من اول ظهور. ليها كاريزما في الحلبة وبتعمل بروموهات بتعلم مع الواحد. عن بنت في سن صغير قدرت توصل لقمة المجد في حلبات المصارعة، وهي تيفاني ستراتون. تيفاني ليها رحلة حلوة عشان تظهر لك على شاشات نتفليكس، من تدريبات الجمباز لكمال الأجسام لحلبات الدبليو دبليو إي. وأنا النهاردة جاي أدخلها لك غرفة الكواليس. لكن قبل ما نبدأ أنا عايز أشكر كل الناس اللي علقت على الفيديو الأخير والتفاعل الجامد اللي حصل. شكرا ليكم لأنكم بسببكم أنا بعرف أكمل في الحاجة اللي بحبها. فحط اللايك المتين واشترك في القناة عشان أقدر أقدم محتوى أكتر. جاهز نخش غرفة الكواليس؟ يلا بينا. تيفاني من مواليد 1 مايو سنة 99 في ولاية مينيسوتا في أمريكا. تيفاني من وهي صغيرة كانت بتحب الرياضة جدا، وأول رياضة لعبتها كانت الجمباز، وقعدت تتدرب 12 سنة كاملين على الترامبولين والجمباز الإيقاعي. تيفاني فضلت تتدرب لغاية سنة 2016 لحد ما انضمت للمنتخب الوطني الأمريكي للجمباز، ودخلت بطولات عالمية زي وينتر كاب وإليت تشالنج. بعد فترة من تدريبات الجمباز تيفاني قررت تغير الرياضة شوية ودخلت عالم كمال الأجسام. تيفاني كانت عايزة تبني كتلة عضلية أكبر شوية، لأن الجمباز بيعتمد على النحافة، وده اللي خلى شكل جسم تيفاني بالمنظر اللي بنشوفه دلوقتي. بعد دخولها في عالم كمال الأجسام دخلت مسابقات بيكيني، ودي مسابقات للسيدات اللي بتلعب كمال أجسام زي كده مستر أولمبيا. بعد فترة من رياضة كمال الأجسام تيفاني قررت إنها تتجه لحاجة أكبر، حاجة هي ليها شغف فيها من زمان، وقررت تدخل عالم المصارعة الحرة من خلال تجارب الأداء. فعلا تيفاني أدت تجارب الأداء وقدرت إنها تشد عين الاتحاد ليها، ورسميا الاتحاد مضى معاها في أغسطس سنة 21، وتم الإعلان عن انضمامها لل NXT هي ومجموعة كبيرة من قسم السيدات في الروستر ده. أول ظهور لتيفاني في ال NXT كان عن طريق فيديو ترويجي ليها في العرض في نوفمبر، وكانت طالعة بشخصية البنت المدللة اللي بتصرف فلوس أبوها. الشخصية دي كانت غريبة شوية وأوفر الصراحة، لكن الجمهور اتفاعل معاها جدا، ومن هنا كانت بداية تيفاني الحقيقية في الاتحاد وطلوعها أول سلمة في الكارير بتاعها. شخصية تيفاني كانت قايمة على بنت معاها فلوس وبتصرفها وشايفة نفسها فوق الكل، وكانت تدخل بهدوم وشنط براندات وحاجات غالية. بداية تيفاني إنها دخلت في عداوة مع بنت اسمها سراي. لا يا عزيزي، مش سراي اللي هي بيج اللي في اتحاد ال AEW، التانية بيج اللي أنا عملت عنها فيديو وأنت لسه ما اتفرجتش عليه يا متابع يا متخاذل. عموما مش مشكلة، تقدر تشوف الفيديو عن طريق علامة الاي اللي فوق في الشاشة. روح اتفرج عليه وقول لي رأيك في الكومنتات. سراي دي بنت يابانية دخلت الاتحاد تقريبا في نفس وقت ظهور تيفاني، وقدموا سوا عداوة حلوة جدا. تيفاني كانت بتمثل البنت المغرورة اللي مش شايفة حد قصادها، ومع ان شخصيتها كانت هيل بس الناس كانت بتحبها وبتشجعها. في اكتوبر سنة 22 تيفاني غابت عن العروض عشان كانت بتعمل عملية تجميل، وفي نفس الفترة كانت برضو بتحاول تطور من الأداء بتاعها على الحلبة. بعدها ب3 شهور تقريبا رجعت في عرض نيو ييرز ايفل، ودخلت في عداوة مع روكسان بريز اللي هي حاليا عضوة في فريق الجادجمنت داي. بعد ما عداوتها خلصت مع روكسان دخلت في دورة لتحديد بطلة ال NXT، وقدرت انها توصل للنهائي، وفي عرض باتل جراوند قدرت انها تفوز بالبطولة قصاد لايرا فالكاريا، ودي كانت أول بطولة تفوز بيها في الاتحاد. بعدها تيفاني دفعت عن اللقب بتاعها كذا مرة، وكانت كل مرة تكسب وتحتفظ باللقب. في الوقت ده كان في حد متابع تيفاني كويس، وكان شايف ان تيفاني ليها مستقبل كبير جوه الاتحاد، بس كان لازم تختبرها الاول. الاتحاد كان شايف ان تيفاني مش مجرد مصارعة والسلام، لا ده كان شايف فيها وجه الشركة للقسم النسائي لسنين كتير، خصوصا انها لسه صغيرة 25 سنة تقريبا. الاتحاد قرر انه يعمل حاجة غريبة شوية لكن كانت ناجحة. الاتحاد قرر انه يخلي بيكي لينش بنفسها تنزل من الروستر الرئيسي وتواجه تيفاني على البطولة، ودي كانت دفعة كبيرة لتيفاني. ووصلنا لسبتمبر 23 بيكي واجهت تيفاني على البطولة، وقدرت انها تكسب تيفاني بعد ماتش جامد بينهم، والجمهور كان مولع في المدرجات. عايز اقولك ان الماتش ده حقق اكبر مشاهدات في تاريخ ال NXT. بيكي قالت ان تيفاني هي المستقبل واعجبت بيها جدا. مش معنى ان تيفاني يا عزيزي خسرت اللقب ان ده تقليل منها، بالعكس دي خسرت اللقب لواحدة من اتقل الناس في المجال، ووجودها بس معاها في الحلبة كفيل انه يديها دفعة كبيرة. وفي رويال رامبل سنة 24 تيفاني دخلت رقم 29، ودي كانت اول رويال رامبل ليها تدخلها في حياتها، لكن ما قدرتش انها تكسب. وبعديها بشهر تيفاني وقعت عقد رسمي مع سماك داون، ورسميا تيفاني اتصعدت للروستر الرئيسي. تيفاني فضلت تدخل في عداوات وتلعب ماتشات، وكل مدى الجمهور بيعجب بيها اكتر وشهرتها بدأت تكتر،
لغايه ما وصلنا لعرض ماني ان ذا بانك في نفس السنه. تيفاني دخلت ماتش الماني ان ذا بانك وقدرت انها تكسب الشنطه، ورسميا تيفاني بقى معاها عقد تقدر تلعب على اي بطوله هي عايزاها في اي وقت. في الفتره دي نيا جاكس كانت بطله السيدات في عرض سماك داون. تيفاني صاحبة نيا جاكس وقربت منها وكانت بتظهر جنبها دايما وبتقول انها بتشجع نيا جاكس وبتحبها وانها مش هتصرف عليها الشنطه، وانها هتروح تصرف الشنطه على ليف مورجان اللي كانت بطله العالم في روستر الرو ساعتها. الجمهور كله كان عارف ان تيفاني هتغدر بنيا جاكس، وفعلا ده اللي حصل. وفي عرض سماك داون يوم 3 يناير 25 تيفاني صرفت الشنطه على نيا جاكس ورسميا بقت بطله الدبليو دبليو اي وسط تفاعل فاجر من الجماهير. من هنا لهنا فضلت على نفس الوتيره، تلعب ماتشات وتكسب سواء بالغش او باللعب النظيف، هي كده كده هيل فمش فارق. لغايه ما قربنا من موسم ريسل مانيا، عايزين نرجع انا وانت يا صديقي لعرض الرويال رامبل سنه 25. في ماتش السيدات في العرض شارلوت فرير رجعت ودخلت الماتش رقم 30 وكسبت واختارت انها تواجه تيفاني على اللقب. الجمهور ما كانش طايق شارلوت يا جماعه، وكان بيشجع تيفاني مع ان تيفاني هيل وشارلوت فيس، بس من كتر كره الجمهور لشارلوت الناس كلها شجعت تيفاني في ماتشهم. حتى في البروموهات تيفاني مع انها لسه صغيره وما تجيش حاجه في تاريخ شارلوت، لكن كانت متفوقه عليها بفرق شاسع. انا مش هنسى البرومو العظيم اللي حصل بينهم في سماك داون اللي شارلوت نسيت السكريبت بتاعها، وساعتها تيفاني لحقت الموضوع عشان البرومو مش يبوظ وقالت لها انت بتتكلميش ليه، هي القطه كلت لسانك. ونفس البرومو تيفاني خرجت عن النص واتكلمت في موضوع حساس عن شارلوت، بما ان شارلوت كانت لسه منفصله عن جوزها، وقالت لها هو العداد وصل لغايه فين دلوقتي؟ 3-0. وهنا قصدها ان شارلوت انفصلت قبل كده 3 مرات، والموضوع ده ما كانش مذكور في السكريبت اصلا. وساعتها شارلوت من كتر ما اتضايقت ردت عليها وقالت لها عشان كده كايزر بيكلمني في الخاص، وهنا قصدها على حبيب تيفاني اللي هو لودفيك كايزر في الوقت ده. وفي الكواليس تريبل اتش جاب تيفاني وخلاها تعتذر لشارلوت على اللي حصل. البرومو كان جامد والجمهور تفاعل بشكل كبير، منهم انا والله انا تفاعلت مع البرومو ده بشكل عظيم. يعني تيفاني قدمت برومو عظيم بكل معنى الكلمه، واثبتت انها ممكن تكون في صغيره في السن لكن تقدر تعمل ماتشات وبروموهات بمستوى ناس محترفه. وبما ان في بروموهات عظيمه حصلت فلازم تودينا الماتش عظيم بينهم في عرض راس المنيا 42. الماتش كان جامد وتفاعل الجماهير كان اجمد، كل حاجه فيه كانت مظبوطه بالشعره، وتيفاني قدمت ماتش ولا كلمه انتهى بفوز تيفاني واحتفاظها باللقب. تيفاني قدمت فتره جميله باللقب والجمهور كان حاببها جدا، لغايه ما لعبت ماتش ضد شيد كارجيل في عرض ساتردي نايت مين ايفنت وخسرت اللقب قصادها. بعديها تيفاني غابت لفتره لحد ما رجعت في رامبل 2026، والناس كانت مستنيه رجوعها وكانوا فاكرين انها تكسب رامبل، حتى انا كنت فاكر انها تكسب، لكن ليف مورجان الحته الجوسي هي اللي كسبت وطلعت تيفاني. ولو عاوزني ادخل ليف مورجان غرفه الكواليس قولوا لي تحت في التعليقات. لغايه هنا حكايه تيفاني قولي في التعليقات، وما تنساش انا هنا مش بحكي لك قصه، انا هنا بوريك الكواليس. سلام.